يا صباح الرضا وصباح السعادة، صباحكم زي اللبن الحليب. ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير دايما. تعالوا بقى كده نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. نهاركم سعيد ان شاء الله. ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحة البال. عايزة بقى دعوة حلوة كده منكم لأم وابويا موتانا اجمعين يا رب العالمين. عايزة اقول لكم وحشتوني 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 وكمان مرة وحشتوني. ان شاء الله ما اتحرم منكم ابدا ولا من سؤالكم عليا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. بحبكم جدا في الله. طبعا النهاردة يومي جميل ويومي بسيط ويومي بيبدأ من الصبح زي ما انتوا عارفين. طبعا أول حاجة عملتها يا حلوين، غليت بقى الحليب وعملت ليه كوباية الباور اللي هي كوباية الكابتشينو عشان نشوف يومنا وكمان عشان تفوقنا وتصحصحنا. قومي يلا يا ست الكل، افتحي بقى شباكك والبلكونة بتاعتك وخلي الطاقة الإيجابية تدخل والطاقة السلبية تقول لنا باي باي. ربنا يديكم الصحة والعافية يا رب ويعينكم على شغل بيتكم وعلى أولادكم. بعد كده يا حلوين، طبعا لما أخدت بقى كوباية الكابتشينو طلعت بره جبت بقى شوية طلبات وجبت كمان نص كيلو جبنة. أنا قلت أجيب نص كيلو عشان أجربها، اللي هي الجبنة الدمياطي. طبعا في ناس عندنا بتعملها، ناس فلاحين وعندهم معمل بيعملوها على ايديهم. جبت نص كيلو ما شاء الله. تحسي كده ان ملحها خفيف وكمان تحسي ان الخير فيها، يعني بخيرها الصلاة على النبي زي العسل. اهي طبعا احنا في الشتاء واللبن ما شاء الله دسم وسمين والجبنة بتطلع زي القشطة. الصلاة على النبي. انا حبيتها عن القريش لان طبعا في ناس بتموت القريش، يعني بتقطع قلبها كده. فهي بصراحة جميلة وطعمها حلو وكمان حطيناها في الشرش بتاعها عشان ايه يحفظها. طبعا حطيتها بقى في التلاجة وجبت معايا طعمية كمان عشان نعمل سندوتشات وفطرنا والحمد لله. تعالوا بقى يا جماعة عشان نعمل النهاردة برضو كيكة للعيال لان ما عملت لهمش حاجة حلوة من زمان. تمام، معايا كوباية الا ربع سمنة على زيت وكوباية الا ربع حليب دافي واتنين بيضة وكمان كوباية وربع سكر وكيس كيك شيف اللي هو البيكنج باودر وكيسين فانيليا وكمان كوبايتين دقيق منخولين. تمام، يعني انا بقولك على المقادير عشان تكوني عارفاها. النهارده ان شاء الله هنعمل كيكه رخاميه او كيكه بالشوكولاته. القالب ده كان عندي، طبعا تقدري تعمليها في اي صينيه عندك. القالب ده بياخد كوبايتين دقيق. إيه طبعا دهنته بقى دهنه من الزيت وكمان رشيته رشه من الدقيق عشان الكيكه لما اجي اقلبها ما تلزقش في قلب القالب. ولو هتعمليها في صينيه عاديه من اللي عندك سواء مستطيله او مدوره اعمليها في اصغر صينيه في الطقم. يعني في مقاس صينيه صغيره ووسط وكبيره، لا اعمليها في المقاس الصغير. بعد كده حطيت رشة ملح بسيطة جدا على الدقيق وكمان والبيكنج باودر وقلبت كل الحاجات الحلوة دي كلها مع بعض. تعالوا بقى ايه نجيب شفشق الخلاط ونحط كل المكونات فيه. حطيت بقى 2 بيضة، طبعا لكل كوباية دي بيضة واحدة بس. وحطيت كمان الفانيليا وبعد كده نحط بقية المقادير. نحط بقى الحليب، طبعا الحليب يكون دافي، يعني ما يكونش ساقع قوي ولا سخن قوي. والبيض برضو يكون بدرجة حرارة المطبخ. وكمان حطيت السمنة والزيت وكمان السكر. تمام، بعد كده ايه نخلط كل الحاجات دي كلها مع بعض في الخلاط. يعني افضلي اضربي فيه اضربي فيه لحد ما ينعم معاكي خالص والسكر كمان ينعم. حطيت بقى الخليط ده على الدقيق وجبت بقى المضرب اليدوي وفي اتجاه واحد لحد ايه ما الخليط ده يديني القوام اللي هو يعني لا هو سايل قوي ولا هو تقيل قوي، اللي هو بينزل معايا على طول زي ما انت شايفة كده. الصلاة على النبي حاجة عسل. هناخد بقى من الخليط ده حوالي كوباية أو نص كوباية. تمام، كل حاجة تمام يا دي النيل على تمام. عشان هنعمل الكوباية دي بالشوكولاتة. طبعا جبت معلقتين كبار من الكاكاو الخام بدون سكر. حطيتهم في المصفى هنا عشان بيبقى فيه كده ايه بعد واحدة مكلكعة كده. فأنا طبعا بنعم بقى الكاكاو بظهر المعلقة. وعشان طبعا الخليط هيبقى تقيل معانا عشان احنا زودنا كاكاو، فحطيت حوالي معلقتين او 3 من الحليب لحد ايه ما يديني برضو القوام اللي هو المظبوط اللي هو هتشوفيه دلوقتي يا حبيبتي، لا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي. اهو زي الخليط اللي هو الفانيليا التاني. كده خلاص زي الفل. نجيب بقى القالب بتاعنا ونحط شوية من الخليط اللي هو الفانيليا. مش هنحط كله، هنحط شوية. وبعد كده نحط خليط الشوكولاتة في النص. بس نهز كده هزتين الأول عشان نظبط الخليط. بعد كده نحط خليط الشوكولاتة. قولي كده حوالي كوباية أو نص كوباية يعني ما تفرقش. حطينا بقى الخليط ده في على خليط الفانيليا وبرضو ايه نهز هزتين ونحط بقية الخليط اللي هو الفانيليا. كده تمام يا دي تمام. تاخدوش في بالكم ماشي. الصلاة على النبي، شايفين بقى الخليط بتاعنا عامل ازاي؟ مظبوط جدا. لو هو تقيل قوي زودي شوية حليب وانت ايه بتلفيه بالمضرب اليدوي.
كده خلاص. طبعًا خلّصنا بقى الخليط كلّه، حطيناه في قلب القالب، نهِز كده هزتين حاجة بسيطة، وبعد كده إيه، طبعًا الفرن يكون سخن، أنتِ بتحطيه. أنا مش عارفة أنا رجعت ليه تاني وبعد كده خدت القالب، مش عارفة الصراحة، أنا مش فاكرة. المهم يا حلوين، أنا حطيت القالب على الشبكة اللي في النُص، والفرن يكون سخن والنار تكون متوسطة، وبعد كده إيه، بتقفلي عليها الفرن. طبعًا أنا بصيت عليها بعد نُص ساعة كده، لقيتها بسم الله ما شاء الله نفخت، وبعد كده إيه، يعني اختبرتها بخِلّة، الخِلّة طلعت نضيفة يبقى زي الفُل. ولّعت عليها الشواية عشان لونها يحمَر من فوق. طلّعتها وبعد كده سِبتها تبرد شوية، يعني المفروض تبرد خالص. بس طبعًا عندي يعني العيال مستعجلين، اللي عايز بقى ياكل كيكة واللي عايز ياكل واللي عايز ياكل إيه، مُميد، ما هو كيكة. المهم فضلت إيه، يعني أضرب عليها، قلبتها في الطبق وأضرب عليها يمين وشمال، وشمال ويمين عشان تنزل. يعني إيه، طلّعت عيني شوية لحد ما نزلت بسم الله ما شاء الله. بُصّوا بقى، طبعًا البياض اللي عليها من فوق ده زيت، لإن أنا كنت مكتّرة الزيت شوية في قلب القالب. وطبعًا لمّا حطيت الدقيق في القالب، الزيت شرب الدقيق، فده يعني إيه، بياض من الزيت، تمام. يعني شكلها حلو والله، عاملة زي اللي حاطة عليها شوكولاتة بيضا. المهم بسم الله ما شاء الله، زي العسل وزي الفل، وطعمها زي السكر، والسكر بتاعها مضبوط جدًا. بس طبعًا أحسن حاجة إنِّك تسيبيها تبرد خالص عشان ما تتهريش منِّك. يعني هي اتهرت مني حاجة بسيطة عشان سخنة، طبعًا أي حاجة سخنة بتتهري. شايفين؟ ما شاء الله عليها، عسل، عسلية، ما شاء الله عليها، سكرية، مشمشية، عسل، الصلاة على النبي، ما شاء الله، شكلها جميل وطعمها أحلى. عملت بقى للعيال شوية حليب، يعني صبّت لهم حليب في الكوبايات وحطّيت لهم كيكة وفطروا بالهنا والشفا. أنا عملت ليّا ساندوتش طعمية الحمد لله. يعني أنا ما كانش ليّا نِفْس ليها خالص، يعني يا دوبك أكلت حتّة بس منها كده عشان أدوق طعمها. الحمد لله، يعني بصراحة جميلة. أنا ما عملتش لهم بقى حاجة حلوة من زمان وصمّموا النهارده أعمل لهم كيكة أو أي حاجة أو بسبوسة. قُلت لهم: "بُصّوا أنا هاعمل كيكة رخامية يعني فيها شوكولاتة." ألف هنا ليكم يا جماعة. طبعًا معلش بقى إيه، عندي دور برد كده إيه ومناخيري مكتومة شوية ومزكّمة، فمعلش لو الكلام ما طلعش مضبوط أو الحروف يعني مش مضبوطة. المهم تعالوا بقى إيه، نبدأ في الغدا. طبعًا يا جماعة الحلة دي، حلة المحشي دي اللي باعتاها لي امبارح، يعني جاية لي من امبارح، حماة أخويا اللي هي بنت عمتي. والله لقيت ابنها بيخبّط عليَّ وباعتة لي حلة محشي هي عارفاني اللي أنا باحب المحشي. هي كانت عاملة محشي لنفسها وزوّدت حلة ليّا، عشان عارفة إن أنا باموت في المحشي. الله يصلح حالها يا رب ويكرمها ويسعدها ويرضيها يا رب. طبعًا أنا بقى سوّيت فرخة، طبعًا تبّلتها ببصلة كده وشوية فلفل أسود وشوية ملح وسلقتها عادي خالص، وحشيت الفرخة من جوّه برضه بصل، تمام. سوّيت الفرخة عادي خالص، أنا عملتها معاكم كتير قبل كده. وطبعًا روّيت إيه، سقيت المحشي شوربة، وزي ما أنتم عارفين لازم أحط المعلقة في النُص واشيل المحشي من الجوانب عشان الشوربة تنزل في قلب المحشي من جوه. وطبعا هزيت الحلة على الأرض كويس جدا عشان الشوربة تنزل في قلب المحشي من جوه، وكل ما هز المحشي ياخد شوربة مني، لأن بسم الله ما شاء الله الحلة مليانة ومكبوسة. وطبعا يا جماعة الشوربة يعني أنا خليتها فوق السطر الأولاني كده بحاجة بسيطة. خلاص كده أهم حاجة تدي المحشي غلوتين على نار عالية، وبعد كده تهدي النار شوية عشان يستوي براحته. وأهم حاجة تغطي المحشي عشان البخار يسويه. طبعا بقى قبل ما اطفي عليه ب5 دقايق قدحت بقى معلقتين زيت على معلقة سمنة كبيرة، سمنة بلدي، وطشيت المحشي من فوق بالطشة الحلوة دي. طبعا يا جماعة أنا أول مرة أعملها أو تاني مرة، في حد قال لي بصراحة يا أم ميدو في الآخر كده للمحشي اعملي له كده إيه، اقدحي له شوية زيت على حتة سمنة بلدي، ودوقي بقى الطعم، وشوفي بقى المحشي هيكون الصابع بصبعه. وكمان لما تيجي تحطيه أو يعني تدلقيه على الصينية هينزل كده الواحدة بوحدتها، شايفين؟ الصلاة على النبي، بصراحة فعلًا عسل، فرقت في الطعم. لو أنتِ بقى مش حابة الحركة دي يعني براحتك خالص. المهم إن أنتِ تقللي الزيت والدهون في الصلصة عشان لو هتعملي الطشة دي. ولقيت هموتة حبيبتي بنت عمتي عاملة لي محشي خاص في الحلة من تحت، الصلاة على النبي عليها. والله يا جماعة أنا عن نفسي باحب آكل المحشي ده بالذات من تحت إيديها، نَفَس وطعم ونضافة وشطارة. الله يصلح حالها يا رب ويسعدها ويرضيها. طبعًا الفرخة بقى إيه، دهنتها حتّة سمنة بلدي ودخّلتها تحت الشواية عشان تحمر.
نحط بقى الفرخة بتاعتنا الحلوة ده على المحشي، وتعالوا بقى ايه عشان تتغدوا معانا. نحط بقى الشوربة، بس مش هحط الشوربة غير لما نيجي ناكل على طول، عشان بتبرد على طول في الشتاء، انتوا عارفين الشتاء كل حاجة بتبرد فيه. تعالوا بقى كمان اوريكم الفرخة من جوه وانا حاشياها بصلة كده مقطعاها برشة ملح برشة فلفل اسود. ما شاء الله تاخدي منها نفس وطعم. مش عايزة اقولك بقى ايه، يعني ما فيش حاجة بعد كده. اهو شايفين بقى. تعالي. عسل عسل عسل. يعني بصراحة انا بحب اتبلها كده ببصلة، يعني بتفرق جدا في الطعم. جميلة، بس طبعا الفرخة سخنة جدا، مش عايزة او مش عارفة اقسم الصدر، يعني عشان سخنة. اتغدينا والحمد لله، وطبعا بقى ايه مسحت بقى الرخامه وغسلت الاطباق والحاجات. يعني ايه، ما رضيتش اجيب الحاجات دي كلها معاكم، وقلت اجيب بس غسيل الالمونيا عشان انتوا بتحبوا غسيل الالمونيا. وطبعا المتابعين الحلوين اللي بيقولوا لي قناه حمات اخويا او بنت عمتي وخطيبه اخويا اسمها ايه، اسمها يا جماعه يومياتي انا وماما. القناه انا بحطها عندي على المنتدى، على قناه عالم ام ميدو وعلى قناه يوميات ام ميدو. طبعا يا جماعه قناه بسيطه وقناه جميله، وقناة بتقدم كل ما هو بسيط، يعني قناة ما تفرقش عن قناتي في حاجة أبدا. والله العظيم يعني هتحبوها قوي. هتحب تلقائية بنت عمتي، ست جميلة وست بسيطة وست تلقائية في كلامها، وست من الزمن الجميل. وخطيبة أخويا كلامها زي العسل، أنا عن نفسي بحب أسمعهم خالص. شكرا لكل حبايبي اللي دعموا القناة بتاعت بنت عمتي وخطيبة أخويا، ما تحرمش منكم أبدا. وشكرا للناس الجديدة اللي دخلت لهم برضو، يعني لسه اول مره يشوفوا القناه، سواء انتوا رايحين من عندي او سواء لسه داخلين القناه. شكرا لكل المتابعين المحترمين اللي بيشجعوا القنوات اللي هي المحترمه، القنوات اللي انتوا بتستفيدوا منها، القنوات الطيبه البسيطه الجميله. شكرا لكل الناس المحترمه، الناس الحلوه، الناس بنت الاصول اللي واقفين جنبي وفي ظهري، واللي واقفين جنب كل القنوات اللي محتاجه ان هي فعلا تشتغل من بيتها، ان هي فعلا يعني عايزه تشتغل شغل محترم، ان هي فعلا عايزة تفيد الناس. شكرا لكل الناس اللي بيدعموا المحتوى المحترم المفيد. شكرا جدا، بحبكم في الله. طبعا يا حبايبي بعد بقى ما غسلت المواعين، طبعا فضيت بقى حلة الشوربة وحلة المحشي في حاجات صغيرة، وغسلت بقى الحلل الكبيرة. وكان عندي بقى فرح بنت واحدة جارتي خطوبتها. عم محمود الشابوري، عم العروسه، عم العروسه. طبعا لقيت بقى ايه المزمار ده في الشارع يا جماعه، طلعت على صوته لان انا بحب الحاجات ده قوي، وبحب الفرح وبحب الهيصه. طلعت بقى حيتهم تحيه كده ايه جامده، إيه باسم بقى ابو ميدو ومحمود الشابوري. يعني بصراحه يعني حاجه تفرح كده، ربنا يفرح البنات وربنا يفرح الجميع. وانا بصراحه بحب الحاجات ده قوي، والناس دي على باب الله. يعني لو جم مثلا عندكم حيهم يا جماعه باي حاجه بسيطه. الناس دي رزقها وده حياتها وده شغلها. وطبعا ما شاء الله العيال بقى نازلين ايه رقص رقص رقص. طبعا الخطوبة بقى كانت في القاعة بعد العشاء، كانت الساعة 8 كده. رحت أنا وسلفتي الكبيرة، يعني هي قد كده في السن، وسلفتي بقى الصغيرة، وكان سلفتي الصغيرة جوزها معاها. ورحنا بقى تلاقينا بقى حبايبنا وجيراننا هناك، وطبعا حضرنا بقى الخطوبة. وما شاء الله كانت حاجة تفرح، والعروسة كانت زي العسل، وحبايبي كانوا موجودين. وربنا يفرح الجميع يا رب. الفرح حلو يا ولاد، والله العظيم الفرح حلو. يعني الفرح كده بيخلي الواحد قلبه مرفرف. ربنا يفرح البنات ويفرحكم بحبايبكم ويفرحكم بعيالكم يا رب. طبعا ما حبيتش بقى اطول عليكم، وده كان اخر الفيديو حبايبي. قلت بقى ايه اختم الفيديو معاكم بالخطوبة الحلوة الجميلة دي. ربنا يفرحكم يا رب. مع ألف سلامة، بحبكم في الله، هتوحشوني كتير. استنوني إن شاء الله فيديو جديد. مع ألف مليون سلامة، مع السلامة حبايبي.